طيب يلا مسلسلات رمضان. لأ، مش دي المسلسلات اللي هنتكلم عليها، دي تُحَف فنية عظيمة محتاجة ناس أهم منّي بكتير تتكلم عليها، ده غير إن الفرجة عليها أصلًا جلد للذات أنا ما أقدرش عليه. بُصّوا، هو أنا مش قصدي أنتقد أو أشتكي، بس مش حاسين إن مسلسلات السنة دي خفيفة بزيادة؟ أنا فاهم إن كلنا بنفضّل في رمضان نشوف أعمال بسيطة شوية، بس كان بيبقى كده في عمل أو 2 بيطلعوا بيبقى فيهم حاجة نعرف نتناقش عليها أو نتكلم عنها، حاجات زي صلة رحم السنة اللي فاتت أو تحت الوصاية والهرشة السابعة السنة اللي قبلها. السنة دي حتى المسلسلات اللي كنت متوقع تعمل الحالة دي بسبب الأسامي الكبيرة اللي وراها، طبعًا مستفيدة تمامًا بالأسامي الكبيرة دي وبتستغلهم أفضل استغلال، بس ما فيش عمل عنده قصة مثيرة للاهتمام كفاية علشان تخلق حواليها أي نقاش. تحس إن مسلسلات النُص الأول من رمضان كلها بتلعب في الsafe zone بزيادة، كأن في اتفاق ضمني بين المخرجين الكبار إنه إحنا هنكتفي بالعادي ومش هنغامر بأي شكل من الأشكال، حتى إن الموضوع أصلًا ممتد لمسلسلات تحت بير السلم، اللي هو شوية التريقة والmemes اللي كانت بتطلع عليهم كل سنة برضه مختفية السنة دي. وتاني أنا هنا مش بانتقد، أنا مستمتع بالأعمال اللي هاتكلم عليها دي بدليل إني مكملهم وبارشحهم للمشاهدة، بس بصراحة مش ده مقدار المتعة اللي كنت مستنيه منهم. المهم هاتكلم في الفيديو ده عن 4 مسلسلات هم اللي استقريت إني أكمل معاهم بعد لفة كده في وسط الحاجات اللي اتعرضت. ال4 مسلسلات دول هيبقوا مترتبين من الأقل تفضيلًا للأعلى تفضيلًا من وجهة نظري، وده مقياس نوعًا ما ثابت بالنسبة لي لحد دلوقتي، بس عادي ممكن مع نهاية المسلسلات دي الترتيب يتغير، وإن كان بصراحة مستوى ال4 أعمال متقارب جدًا. لكن طبعًا في الأول كالعادة اسمح لي أقول لك أهلًا بيك، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم على الجميع. أنا محمود ودي أفضل مسلسلات باشوفها في رمضان. طب انتوا عارفين انا ليه سموني النص؟ النُص، المسلسل رقم 4 في قايمتي، وده مسلسل كوميدي من إخراج حسام علي، بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيالي، وعبد الرحمن محمد. أحداثه بتدور في العشرينات عن عبد العزيز النُص، حرامي مشهور جدًا بيتوب ويقرر يعيش حياة عادية، لكن طبعًا عملًا بمبدأ ما كل ما يتمناه المرء يدركه، بيتم القبض على أخوه بتهمة نضاله ضد الإنجليز، فبيضطر النُص إنه يرجع تاني لعالم السرقة بمساعدة عصابة صغيرة بيكوّنها علشان يجمّع فلوس يخرّج بيها أخوه من السجن. وده من غير كلام كتير مسلسل تشوفه لو بتحب أحمد أمين ونوع الكوميديا اللي بيقدمها في العادة، لأن هو ده حرفيًا الشيء الوحيد اللي المسلسل بيبيع بيه. وعلى فكرة دي مش نقطة سلبية بشكل كامل، أمين بيثبت تمامًا إنه أكتر من كافي علشان يحرّك مسلسل أحداثه بس متوقفة عليه، لسه كعادته قادر يضحكك من مواقف بسيطة، وحتى في أضعف حالات المسلسل مش هتحس بإن المشاهدة تقيلة وهتفضل مستمتع بس بوجوده على الشاشة، تحديدًا وإن جنبه مجموعة نجوم على قدر مش قليل من الموهبة. إحنا بنتكلم على ناس بحجم أسماء أبو اليزيد اللي بالنسبة لي خلاص هي واحدة من أفضل الممثلات في مصر، وبتعرف تخلق لنفسها مكان على الرغم إن دورها ما يعتبرش كوميدي بشكل كامل. وجدلًا هي أكتر شخصية قدرت تثير فضولي إن أعرف عنها أكتر، وده بالمناسبة شيء أصلًا مفتقد في خط أحداث المسلسل الرئيسي. وأكيد حمزة العيالي بدور مساحته كبيرة عارف إنه ياخد راحته فيه ويؤدي أداء مميز. كمان مستمتع بجانب الإخراج في تصويره لفترة العشرينات اللي بتدور فيها الأحداث، والمحاولات الخجولة سواء في إلقاء الضوء على الصراع الطبقي في مصر في الوقت ده، أو تناول العلاقة بين المصريين والإنجليز بشكل بعيد شوية عن الشعارات الوطنية اللي بتتردد كل ما بنلاقي عمل بيتناقش في الفترة دي. بس شايفين بقى كل المميزات دي هي نفسها العيوب. تقريبًا كده كتاب المسلسل قالوا إحنا عندنا أحمد أمين فنكتب ليه أصلًا، وبالتالي هتلاقي عندك قصة سطحية بزيادة، أحداثها متوقعة وقليلة. بنقضي وقت طويل أوي نشوف كاست المسلسل بيستعرض مواهبه الكوميدية والتمثيلية، وتلاقي الحلقة خلصت وخط أحداثنا ما اتحركش أصلًا. أنا طبعًا مش باشتكي من ده بشكل كامل لإني مستمتع جدًا بالاستعراضات دي، بس كده الموضوع تحول لstand up كوميدي مش مسلسل بقصة وأحداث وشخصيات، ناهيك عن إنه وصلنا للحلقة السابعة أهو ونور أبطالنا بدأ ينطفي شوية من الاعتماد الزايد عليهم، وبالتالي بدأ يتسرب شوية ملل كده للمسلسل. عمومًا مسلسل النُص ممتع وخفيف، مش أحسن مثال لمسلسل كوميدي متكامل طبعًا، أخطاؤه واضحة جدًا، ومع ذلك بيفضل تجربة لطيفة مقارنة بباقي الأعمال اللي بتتعرض في الموسم. ده انا هشيل طين ل10 سنين قدام. أشغال شقة جدًا، الجزء التاني من مسلسل كان متميز جدًا في رمضان اللي فات، إخراج خالد دياب، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، ومصطفى غريب، واللي بيكمل أحداثه مع حمدي وياسمين ومحاولاتهم المستمرة لإيجاد مربية مناسبة لأولادهم ال4. الحلو في أشغال شقة إن صناعه فاهمين كويس ليه الموسم الأول نجح، حدوتة مش بعيدة أوي عن شكل الواقع بتاعنا، مواقف كوميدية معتمدة على شخصيات مكتوبة حلو ودمها خفيف، ممثلين عندهم الديناميكية الكافية للتعامل مع المواقف دي والإضافة ليها، ونفس الخلطة دي بتتكرر الموسم ده، يمكن بشوية راحة وجرأة زيادة، وده انعكس على فكرة
الفكرة على الكوميديا اللي بقت متنوعة أكتر. المسلسل عنده بعض المحاولات الموفقة جدا علشان يكون مواقف كوميدية خارج القالب المعتاد بتاعه اللي هو موضوع المربيات اللي بيتغيروا كل حلقة. حبيت كمان ان دور مصطفى غريب بقى اكبر واتساب له الفرصة انه يظهر امكانياته بشكل كامل، وهو بيستغل الفرصة دي تماما في انه يثبت انه ممثل مجتهد وعنده القابلية انه يعمل اي حاجة علشان يخلق ده، اللي هو حتى لو الكوميديا بتاعته لسبب ما مش جايبة معاك قوي، فالمجهود اللي بيعمله في كل مشهد هو موجود فيه كفاية قوي انها تقول ان احنا قدام موهبة تستحق الاحترام. وعموما وجوده في حد ذاته هو اللي فتح لكتاب المسلسل فرصة تنوع الكوميديا اللي بتكلم عليها. اصلا موضوع المربيات ده اصبح عنصر ثانوي بسبب وجوده في المسلسل. بس لو في حاجة كنت اتمنى تتغير هي مدة الحلقات، لاني احيانا بحسها طويلة شوية، كان ممكن تبقى 30 دقيقة وتفضل بنفس الفعالية عادي. بغير كده اشغال شقة جدا مكمل في نفس الطريق ولسه واحد من افضل المسلسلات الكوميدية المصرية. ناهد أحلام سهى ونجلة جور. اخواتي بقى ده المسلسل اللي مع كل حلقه بقول ياه لو بس كان اخد قصته بجديه اكتر شويه، كان بدون منافس هيبقى افضل مسلسل في رمضان. احداثنا بتحكي عن 4 اخوات قريبين جدا لبعض، حياتهم بتتقلب لما واحده منهم بتحلم ان جوزها اتقتل. مش هنا المشكله ان بعضها على طول بيتقتل بنفس الطريقه اللي شافتها في الحلم. وبننطلق بقى مع ال4 بنات في محاوله التخلص من الجثه علشان يبعدوا شبهه القتل عن اختهم. المسلسل من اخراج محمد شاكر خضير، وده اسمه مهم في عالم الدراما المصريه، ومن بطوله نيلي كريم، كند علوش، روبي، وجيهان الشماشري. ليه انا مشدود للمسلسل ده؟ اولا طبعا الكيمياء العاليه الموجوده بين ابطاله، وفكره ان كل بنت من البنات عندها شخصيه مختلفه ممتع قوي التامل في تفاصيلها، والمسلسل بيستغل النقطه دي في خلق مواقف حقيقي مكتوبه كويس بتجمعهم ببعض او بالشخصيات المسانده اللي ما تقلش اثاره للاهتمام عنهم. مستمتع قوي برشه الوحشيه المستخبيه وسط الاجواء اللي شكلها دافي وخفيف. الاحساس ده بتاع انه مهما كانت الدنيا ماشيه بسلاسه ففي حاجه غلط، انت مش عارف هي ايه الحاجه الغلط دي، بس في حاجه مش مريحاك وانت بتتفرج. بالاضافه بقى للاتقان في اداره الممثلين، المسلسل ده عنده افضل اداءات تمثيليه السنه دي بالترتيب كده: كند علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، ونيلي كريم. وقبلهم كلهم بيجي طبعا محمد ممدوح اللي ظهر حلقتين خطف الكاميرا ومشي. وطبعا لازم نشاوت اوت لحاتم صلاح اللي نص الكوميديا بتاعت المسلسل طالعه من عنده. وعموما المسلسل اخراجيا متميز قوي، تصويره جميل والوانه هي شكل الالوان المفضل لعيني، ومونتاجه متقن جدا وايقاعه متوازن بينقل ما بين الدراما والكوميديا والاثاره بسلاسه مبهره. بس للاسف هرجع تاني واقول ان كل ما هو مثير للاهتمام في قصته هو المواقف اللي بيخلقها ما بين البنات ال4، لكن كخط قصه اساسي انا ما عنديش ادنى اهتمام اعرف عنه اي حاجه من كتر ما احداثه مترتبه بغباء ومعتمده بشكل صعب قوي على الصدف والملائمات. ده غير ان الموسيقى التصويريه مبالغ فيها شويه، اتعودت عليها دلوقتي بس بحس في اوقات كتير انها مش مناسبه لجو المسلسل. لكن على الرغم من كده انا مستمتع بشكل خيالي بالمسلسل. بيقدم بس مواقف حلوه، لكن انا مش معترض على ده طول ما انا مستمتع، على عكس مسلسل النص مثلا اللي برضه بيتبع نفس الخلطه بس بتفقد بريقها مع مرور الحلقات. وهنا اعتقد ده راجع بس لسبب واحد، وهو الاخراج الواعي اللي عارف يتعامل مع سطحيه الحدوته في المسلسل ده. تجوزني؟ موافق. قلبي مفتاحه ده اروق واجمل مسلسل بشوفه السنه دي. مش عارف ازاي بصراحه اوصف قصته، اصل لو قلت انه عن سيده مطلقه طليقها بيهددها لو ما رجعتلوش هياخد ابنها مش هبقى بوصفه صح. عشان كده عايز اوصفه بانه حدوته مجموعه شخصيات غريبه عن بعض، القدر بيخلي خطوطهم تتقاطع وبتنشا بينهم مواجهات مشاعر مختلفه. عموما انا بحب تصنيف الرومانتيك كوميدي، وللاسف التصنيف ده مش موجود كتير عندنا في السينما المصريه. قلبي مفتاحه بقى حدوته رومانتيك كوميدي شبهنا قوي، بشخصيات شبه الناس اللي ممكن تكون بتشوفهم حواليك كل يوم، ومواقف شبه اللي بنتعرض ليها كل يوم، وبتصور في اماكن زي اللي بنمشي فيها كل يوم. ده المسلسل الوحيد اللي مليان صدف مش بتضايق او بتخرجك بره المود العام الدافي والتلقائي اللي بيخلقه تامر محسن على مدار الاحداث، لان اصلا الصدف هي اساس تكوين اي عمل رومانتيك كوميدي في الحياه. تركيبه شخصيات القصه والعلاقات اللي بتجمع بينهم هي الضلع الاهم في نوع الاعمال دي، والمسلسل اللي بياخد راحته تماما في تكوين علاقات. كل مجموعه شخصيات مربوطين بحدوته لوحدهم وكلهم متجمعين مع بعض في خط احداث رئيسي، برضو المسلسل بياخد وقته فيه علشان يخلقه، فتلاقي نفسك قدام عمل الاتقان هو جزء كبير منه. كمان منبهر جدا من جمال اختيار الممثلين، التجميعه اللي حصلت دي عبقريه ومش متوقعه، كل ممثل لايق على شخصيته بدون اي مجهود منه، ومع ذلك كلهم بيجتهدوا علشان يقدموا شخصياتهم بشكل حلو. آسر ياسين افضلهم طبعا، حاسس انه في قمه تلقائيته وراحته في الدور ده، وكمان الثلاثي اشرف عبد الباقي، محمود عزب، وعايده رياض، اللي الثلاثه في افضل مراحل تالقهم. مي عز الدين از بينج مي عز الدين عادي بنفس الشكل والرياكشنات اللي بتظهر بيها من يوم ما طلعت، بس المفاجاه انا مش متضايق من ده. بطل المسلسل هو اخراج تامر محسن اللي عارف يحافظ على الجو التلقائي والسلس ده، عارف يكون مشاهد ممتعه بصريا على الرغم من عاديه الاماكن اللي بتدور فيها الاحداث، عارف يختار مزيكا مناسبه لكل مشهد بيطلع على الشاشه. قلبي مفتاحه هو التجربه الاخراجيه الاكثر تكاملا في رمضان السنه دي. بس كان نفسي المسلسل ده يبقى موجود لوحده كحدوته خفيفه وسط باقي الاعمال، لكن للاسف مفيش عمل السنه دي قرر انه يتعامل مع قصته باي نوع من انواع الجديه، وده اثر شويه على مقدار متعتي بالمسلسل. لكن مع ذلك ده اكتر مسلسل برشحه بثقه لاي حد ولاي ذوق انه يتفرج عليه، ومتاكد انه هيلاقي عمل ممتع وخفيف ومصنوع بمزاج واتقان.
أنا كده خلّصت قائمة المسلسلات اللي باشوفها، بصراحة هاتعشّم إن مسلسلات النُص التاني تكون غنية أكتر وأفضل شوية من المسلسلات اللي اتعرضت في النُص الأول، لكن دلوقتي جه دوركم تشاركوني وتشوفوا إيه في رمضان. لو وصلتوا لحد هنا شكرًا جدًا، يا رب تكونوا استمتعتوا. أنا محمود وسلام.